والسلام عليكم ورحمه الله. حلقه جديده من مزازه كوره، تقديم ابو زيزو، باذن الله تعجبكم. حلقه جديده من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله العاشره. اكيد الجوله اللي فاتت كانت من احسن الجولات من بدايه الدوري السنه دي. جوله كان صحيح الافريج بتاعها 67 نقطه، بس كان معظم الناس نقطها تقريبا ما بين التسعينات وفي اللي عدوا الميات وفي الثمانينات، فكانت جوله جامده جدا جدا جدا. تحس ان معظم اللعيبه يعني مفيش حد جل تقريبا، يعني تحس كل اللعيبه كلها بتحاول تراضيك. يعني هالاند جاب جون يروح الفاريز كمان جاب جون، سون يجيب راح مالي سون يجيب، صلاح تألق وواتكنز كمان تألق. فتحس ان معظم الكابتنات ومعظم الاختيارات ومعظم اللعيبه اللي موجوده في تشكيلاتنا تقريبا بنسبه 80-90% منهم اتألقوا. الجوله دي برضو معظم الماتشات فيها سهله، وان شاء الله تكون نفس الكلام، بس الموضوع في اول وفي الاخر يعني توفيق من عند ربنا. ايام كان فيه جولات ماتشاتها سهله بس الافريج بتاعها كان في الارض، والجوله دي للاسف وقتها ضيق جدا جدا. يعني لحد يوم الخميس في ماتشات دوري اوروبي، ومش عارف ايه لازمه الماتش اللي محطوط يوم الجمعه فيخلي الوقت ضيق جدا جدا. مثلا الحلقه دي كنت ممكن انزلها يوم الخميس، بس كنت لازم اتابع الماتشات لحد اخر حاجه عشان لو في اي لعيبه اتصابت او اي حاجه. حلقتنا النهارده ان شاء الله متقسمه لجزئين. الجزء الاول ايه هي الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي احنا عاملين عليها، والجزء الثاني هو جزء الكابتن. خلينا كده نبدا بالماتشات المستهدفه، وانا الصراحه مش عارف ابدا منين، يعني ماتشات كتيره او معظم الماتشات حلوه. خلينا نبدا كده باسهل ماتش انا شايفه الجوله دي، وهو ماتش ارسنال ضد شيفيلد على ملعب ارسنال. ارسنال طبعا بعد الماتش اللي فات والتعادل الغير متوقع خالص ضد تشيلسي، فمتوقع جدا يكون في استفاقه لعيبه ارسنال ويقدموا ماتش كبير ضد شيفيلد، اضعف فريق في الدوري واضعف هجوم واضعف دفاع واضعف كل حاجه. شيفيلد اللي في اخر 4 جولات استقبل 15 جون واتشاط عليه 48 تسديده جوه منطقه الجزاء. اللعيبه اللي عينك عليها من ارسنال هو جابريل مارتينيلي، راجع من اصابه بدا يلعب، والماتش اللي فات جاب جون وبدا يستعيد كده فورمته شويه، فممكن يكون ديفرنشال جامد الجوله دي. واللعيب التاني اللي عايز اتكلم عليه من ارسنال هو جابريل المدافع. هتقول لي اشمعنى جابريل يعني دونا عن بقيه المدافعين، عن بن وايت وزينشينكو مثلا؟ هقول لك عن احصائيه كده غريبه في فريق شيفيلد. شيفيلد في الجولات اللي فاتت استقبل 40 راسيه واستقبل 51 شوطه من الكور الثابته، فجابريل ممكن مثلا كده يخطف راسيه كده ويجيب له جون، طبعا مع كلين شيت المتوقع بنسبه كبيره لارسنال. وتاني ماتش عايز اتكلم عليه هو ماتش ليفربول ضد نوتنجهام على الانفيلد. شايف من ليفربول ديفرنشال هيكون داروين نونيز. مشكلة بس داروين نونيز ان هو كان لاعب الماتش اساسي بتاع الدوري الاوروبي ضد تولوز امبارح، فمش عارف هل هو هيبدا بيه الماتش اللي جاي ولا لا. واللعيب التاني طبعا هو تسيميكاس الماتش اللي فات يمكن ظروف الماتش ما ساعدتهوش، ان ليفربول كان عايز يضغط فاضطر ان هو يطلع تسيميكاس، بس الحمد لله يعني ان هو طلعه يا دوبك بعد ما عدت الدقيقه 60 واتحسب له كلين شيت. تسيميكاس طبعا لعيب خطير جدا بالنسبه لصناعه الفرص، لعيب كمان بيلعب بكورنرات من ناحيه الشمال، ساعات ممكن بيلعب بالفاولات. فتسيميكاس بسعره اللي هو 4.5 مليون لعيب مرشح جدا ان هو يكون عندك في الفرقه. بعد ليفربول خلينا كده نخش على توتنهام هيلعب بره ارضه ضد كريستال بالاس. صحيح كريستال بالاس على ارضه ساعات كده اللعيبه بتستموت دفاعيا ويكون ماتش رخم ممكن يخلص مثلا 1-2، بس توتنهام حاليا يعتبر احسن هجوم في الدوري واحسن فريق في الدوري، فان شاء الله يعني قدرات توتنهام الهجوميه وسون وماديسون يقدروا يعملوا حاجه. خصوصا كمان ان كريستال بالاس في اخر 4 جولات استقبل 40 تسديده جوه منطقه الجزاء، ومشكله كريستال بالاس عموما على الاطراف. من اللعيبه المرشحه جدا انك تجيبها من توتنهام الجوله دي هو كلوزوفسكي، لان بيلعب على ميتشل وميتشل بقى بيتقدم شويه، فممكن كلوزوفسكي يستغل المساحات اللي في ظهره. في بس نقطه سلبيه بالنسبه لتوتنهام بالنسبه كمان للعيبه اللي عندهم اودوجي، فاودوجي لسه في محل شك هل هو هيلعب ولا لا، ولسه هيقيموه، فتابع برده المؤتمرات الصحفيه عشان تعرف ان هو هيلعب ولا لا. بعد كده نخش في مره واحده على ماتشات برايتون وسام واستون فيلا، اللي هي ماتشات بقى الدلع بقى ان شاء الله. كل فريق منهم هيلعب على ارضه، مفيش تقريبا ماتش صعب، يمكن اصعبهم بس ماتش وستام ضد ايفرتون. في رايي جو بيدرو، خصوصا ان ويلبك اتصاب، وكمان مش عارف فيرجسون هل دلوقتي ديزيربي مش مقتنع بيه قوي. الماتش اللي فات كان احتياطي زي ما كان ويلبك، الماتش بتاع الدوري الاوروبي الاخير كان احتياطي برده، كان بيلعب على حسابه انسو فاتي. في برايتون عينك على جو بيدرو وعينك على انسو فاتي اللي ممكن يكون ديفرنشال جامد جدا، بس انسو فاتي لسه مش مضمون ان هو هيلعب اساسي بنسبه 100%، بس لما بينزل حتى كاحتياطي بيكون خطير جدا وبيهدد كتير على المرمى. وبالنسبه بقى للوسام فاللعيبه الديفرنشال في عينك على سوتشيك لعيب ليه 14 تسديده 13 على المرمى وليه 5 فرص محققه، وكمان كان جاب جونين في الدوري. ايفرتون برضو يعتبر من اسوأ الفرق بتستقبل كور ثابته، ويستقبلوا 22 فرصه من الكور الثابته. سوتشيك ممكن طبعا ان هو يجيب جون من راسيه ولا حاجه. طبعا لما بنتكلم على الكور الثابته فمعلمه طبعا هو مين؟ وارد براوس. اما بقى بالنسبه لاستون فيلا فاللعيبه الديفرنشال ممكن تكون طبعا ديابي، وممكن يكون دوجلاس لويس. صحيح لعيب سعره تقريبا 5.5 مليون بس، وماسك ضربات الجزاء، ماسك شويه فاولات،
بس انا برضو عن نفسي انا مثلا حاطه في نفس الكانه اللي هي مثلا بتاعت سوتشيك وورد براوس، لعيب ارتكاز ليه ماشي اضافات هجوميه، بس اللعيبه دي مثلا بتقول لك مثلا يعني جولتين مثلا من 10 15 جوله، تقول لي مثلا بيميزه اللي هو سعره، فانا هقول لك لا سعره مثلا ممكن بقى تفكر في كول بالمر او تفكر مثلا في جوردن. بالمر بالاخص يعني لعيب خطير جدا، بسعره ده بيلعب جناح ممكن تجيبه حتى لو هتحطه على الدكه، فاهم؟ مش هيخسرك حاجه، وسعره 5 مليون بس، فعمرك ما هتندم على حاجه حتى لو جبته وما عملش حاجه. واخر ماتش حابب اتكلم عنه هو ماتش نيوكاسل ضد وولفرهامبتون. صحيح الماتش ده هيكون على ارض وولفز، هيكون ماتش رخم جدا، بس نيوكاسل حاليا في فورمه كبيره جدا وممكن يعملوا اي حاجه. مشكله نيوكاسل بس ان ايزاك اتصاب، وكمان في ميرفي ده اتصاب، ده ممكن يكون مثلا حاجه ايجابيه عشان مثلا الميرون كان قاعد دكه الماتش اللي فات على حساب ميرفي، فاكيد هيلعب الماتش ده اساسي. وبالنسبه طبعا لايزاك هيرجع بعد التوقف الدولي، فطبعا هيلعب هو ويلسون. بس الماتش ده برضه انا عايز احذرك من حاجه، ان ده بيلعبوا وولفرهامبتون اللي فيها بيدرو نيتو اللي عامل 6 اسيستات، اكتر لعيب عامل اسيستات في الدوري، فكلين شيت بتاع تربيه ممكن يضيع يعني بسهوله جدا، انك فجاه تلاقي وولفرهامبتون جاب جون، تبص كده على موبايلك تلاقي جون اسيست بيدرو نيتو ويضيع عليك الكلين شيت. نيجي بقى للجزء الثاني في الفيديو وهو جزء الكابتنه. طبعا الكابتنه في الجوله دي محيره جدا جدا جدا، بس نتمنى انها تكون زي كابتنه الجوله اللي فاتت وكل اللعيبه تتالق والكل يتراضى. نبدا كده بالكابتنه مضمونه. في رايي اكتر كابتنه مضمونه هي كابتنه محمد صلاح ضد نوتنجهام، رايي برده كابتنه ساكا واوديجارد ضد شيفيلد، وطبعا بقى في سون وماديسون ممكن تكابتنهم ضد كريستال بالاس، بس قلنا الماتش صعب عشان بره ارضهم. اما بقى بالنسبه مثلا لواتكنز وبونو ومتوما برده الكابتنه تعتبر مضمونه. وخلينا بقى نخش على كابتن ديفرنشال من ليفربول. في رايي انت ممكن تكابتن طبعا نونيز، وممكن تكابتن لويس دياز، وفي رايي ممكن تكون كابتنه ديفرنشال جامده جدا 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 انك تكابتن مثلا ارنولد او تسيمكاس. من كابتنات الديفرنشال ثانيه ممكن مثلا من استون فيلا تكابتن ديابي او كاش، وممكن نيوكاسل مثلا انك تكابتن كارل ويلسون بما ان ايزاك اتصاب. ممكن طبعا برده مثلا من كابتنات الديفرنشال انك تكابتن كلوزوفسكي او تكابتن جو بيدرو. وممكن من ارسنال تكون كابتنه ديفرنشال جامده جدا 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 انك تكابتن بريل لو جاب جون مع كلين شيت، فطبعا ممكن يطلع مثلا ب 12 15 نقطه. ده يكون اخر جزء في الفيديو. احب برده في الاخر استعرض لكم نسبه الكلين شيت المتوقعه للجوله دي، واحب برده استعرض لكم احصائيتين كان منزلهم من الموقع الرسمي للبريمير ليج. اول احصائيه عن المقارنه ما بين ارقام من كباتن المرشحه للجوله دي، وثاني احصائيه هي اسوء ارقام الدفاعيه للفرق اللي احنا لعبتنا هتكون قصادها، فعشان تعرف برده انت هتلاعب مين ومش هتلاعب مين لو انت عايز تفضل حد عن التاني مثلا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.